اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. حبايبي ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما بخير، كل عام وانتم بخير. بمناسبة شهر رمضان المبارك، كل عام والأمة الإسلامية بخير. معانا هنا كنافة. الكنافة طبعا لو بتبوظ منك او انت ولادك ما بيحبوهاش بالكريمة، ممكن نعملها حلوة وطرية ومكونات سهلة وحلوة بجد. فعلا هتخلص في لمح البصر كده زي ما بقول. بصوا جمال، طعم وريحة وشكل، روعة الروعة. بصوا، ومن جوه طريه طريه بجد، مش ناشفه. ان احنا ممكن طريقه الكنافه دي كتير يعني ناس بتقول لي ممكن تبقى ناشفه معاكي، لكن هي بجد مش ناشفه معايا خالص. شايفين الجمال؟ وحطينا زينها برضو بالفستق كده، تحفه، روعه. انا هنا الولاد بيعشقوا الكنافه الساده. معايا هنا اول حاجه كوبايتين سكر بنفس معيار الكوبايه. هو كوبايه عبرت بيها السكر وعبرت بيها الميه، اهو بالشكل ده. ضفنا كوبايتين من السكر، هنضيف كوبايتين من الميه. انا عندي ميه مغليه من الكاتل عادي او ميه بارده، ما فيش اي مشكله، بس انا عندي هنا مش ما كانتش مغليه قوي يعني. اهو ضفنا كوبايتين من الميه ونقلب كل المقادير. يلا بقى نرفع على النار. معايا هنا برضو هنقطع شريحتين من الليمون اهو. بعد ما بدأ يغلي معايا، ما حطيتش الليمون قبل ما يغلي، بحط الشريحتين الليمون زي ما هما كده اهو. ونضيف كيس من الفانيليا معانا، يدينا طبعا نكهة. ريحة الفانيليا عامة لما بنعمل أي حاجة حلوة في البيت بتبقى بتخلي البيت كله ريحته حلوة. شايفين الجمال؟ ضفت هنا معايا عسل أبيض زي 3 معالق. لو مش هتعرفوا تظبطوا ايديكوا كده، 3 معالق من الأكل على المقدار ده بيخلي الشربات روعة. شايفين لما بتنزل كده؟ كده معنى ان الشربات بتاعي، بصوا خط واحد كده ما بقطعش، ان الشربات بتاعي استوى كويس. هنا خلاص انا هيغلي غلوتين وهفصل. هنا معايا الكنافه، كانت طبعا عندي في الفريزر مفرزاها، لازم تكون متلجه عشان اعرف يعني تبقى ناعمه معايا، ما تبقاش فيها اي تكتلات. اي بعد ما عملتها بالشكل ده، معايا بقى السمنه. هنا اهم حاجه السمنه. هنا ضفت معلقتين من السكر، ممكن سكر عادي وسكر بودر. هنا معايا دي كوبايه من السمنه. كوبايه سمنه عليه من كوبايه سمنه على نص كيلو كنافه، معلش. هي هنا السمنه كانت سخنه معايا، مفيش اي مشكله، هنقلب بالمعلقه، ما بتعملش معايا اي حاجه. وبايدينا بقى كده ونقعد نفرك فيها كده. المهم ان انا اشرب كل الكنافه بتاعتي السمنه. هنا كده خلصت بقى. شايفين الجمال معايا؟ بصوا شربت كل السمنه اللي انا عايزه اللي انا عاملاه. هنا معايا الصاج، اي صاج عندي باجي حاطه فيه اهوت بالشكل ده وافرطها. لازم افردها بالطريقه دي كده قبل ما اكبسها اهو. الصاج ده ممكن هو بياخد معايا نص كيلو، صاج البسبوسة الصغير ده. وننزل بكده ونساوي واحدة واحدة. ضفنا كل المقدار في الصاج بتاعي اهي بالشكل ده. ونبتدي بقى نكبسها. انا بكبسها بايدي، عندي طبق بكبس بيه، عندي حاجة بكبس بيها، مفيش اي مشكلة. المهم ان انتي تكبسيها كويس. انا بصوا بعملها ازاي، وباخد الحوافي معايا، ولو في حتة عالية حتة واطية بعملها برضو بنفس الطريقة. شايفين بقى الجمال؟ كبسناها كده بالطريقة دي كويس. معايا برضو هنا 3 معالق من السمنة مسيحاهم، برضو بضيفهم على الوش. طبعا الصاج مدهون سمنة من تحت. شايفين الجمال؟ وندخلها الفرن. هنا عندي الأطراف بارزة شوية عشان ما تتحرقش معايا، لأن دايما الكنافة السادة الأطراف ممكن تتحرق معاكي، فدايما خلوا بالكم الحتة دي. شايفين الجمال؟ يلا ندخلها الفرن بقى. هنا بعد ما طلعت معايا من الفرن، هنقلبها الناحية التانية اهي بالشكل ده. انا عايزة القعر من تحت. بصوا بقى الجمال والروعة. شايفين الجمال؟ ده الشكل اللي انا عايزاه من تحت اهي. هحطها برضو في الصاج وادخلها الفرن تاني.
معايا هنا بعد ما خرجت من الفرن هنضيف عليها الشربات اللي احنا عملناه. طبعا الشربات بارد وتقيل، شايفين شربات الكنافة عامل ازاي اهوت. بنسقيها طبعا على حسب الكمية، يعني اللي بيحب السكر بتاعها ازاي. عايزة ازود بزود، بس المهم ان هي وهي سخنة. وبغطيها، لازم بسقيها الشربات بارد وبغطيها. لو انا عايزة الكنافة السادة معايا تبقى طرية بغطيها. انا غطيتها بالصينيه اللي انا قلبت بيها اهي، وبعد كده قلبتها خليت الوش ده اللي هو فوق الوش الاساسي، وزيناها بشويه من الفستق. ونشوف بقى الجمال والروعه، تحفه بجد. انا الصينيه دي حرفيا ما خدتش معايا يوم، ما قعدتش عندي يوم. والسمنه كمان لما بيبقى نوعها كويس بتديني طعم ونكهه حلوه قوي في الكنافه، بالذات الحلويات بيبقى ليها طعم كده خاص، زي بتبقى زي اللي بنشتريها من بره. طبعا احلى وانضف واروع من اللي بنشتريها 100 مره من بره، ومكلفتنيش زي ما هشتريها من بره. لو هروح اشتريها بالطريقه دي من بره هتبقى بمبلغ وقدره في الوقت الحالي اللي احنا فيه. شايفين الجمال والروعه. وندوق كده مع بعض. لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلكم